السلام عليكم. في زمن الذي كان الحرب بين إيران والعراق، أنا في ذلك الزمن كنت مندوب في المجلس الشورى الإسلامي. يحتمل سمعته وإجا في الأخبار، يعني كل العالم نشروا هذا الخبر. إحنا كنا ذاك الزمن في المجلس سمعنا الذي ماكفارلين مستشار رئيس جمهور أمريكا إجا إلى إيران في طائرة، وهاشمي رفسنجاني استقبل هذا الرجل، راح له وبعدين جلسوا في المطار، في مطار طهران، في مطار مهراباد في عاصمة إيران، وكان عندهم هناك حديث طويل. يحتمل أنتم سمعتوا هذا الكلام، قضية ماكفارلين في زمن الذي كان الحرب بين إيران والعراق لشراء الأسلحة من أمريكا. يعني شوفوا هذا النظام الإيراني مع الذي يقول نحن ضد أمريكا في زمن الذي حارب بلد، وهذا البلد بلد عربي وبلد مسلم. نعم إيران جيت، أحسنت. كيف مستشار يعني مثل ماكفارلين دفعة، بعدين أصدقاء منتظري مثل سيد هاشمي، هم كانوا من أصدقاء منتظري، نشروا هذا الخبر. كيف نشروا هذا الخبر؟ هذا هاشمي نشر الخبر عن طريق جريدة الشراء اللبنانية، يحتمل تعرفون هذا، وهناك حسن صبري كان هو مسؤول عن هاي الجريدة. نشروا هذا الخبر الذي ماكفارلين اجى في إيران، وكان عنده حديث طويل مع هاشمي رفسنجاني في جريدة الشراء اللبنانية. حسن صبري يحتمل هيك اسمه، أنا أذكر هيك كان اسمه. نعم، أصدقاء آية الله منتظري نشروا هذا الخبر بسبب الذي أصدقاء منتظري كانوا ضد أي اتصال مع الأمريكان. انتشر هذا الخبر عن جريدة الشراء اللبنانية، وعرفتوا بعد مدة حسن صبري. نعم، بعد مدة إيران أرسلت ناس من الشيعة الذين هناك ورادوا يقتالون حسن صبري، وانجرح حسن صبري انجرح بسبب الذي نشر هذا الخبر. ولكن أساس نشر هذا الخبر كان هو هذا الرجل هاشمي الذي يعود إلى آية الله منتظري. بعدين هذا الرجل هم عدموه في إيران، انعدم. هذا الرجل انعدم في إيران، عدموه مع الذي كان هو ينتمي إلى منتظري ويعود إلى منتظري، عدموه. هذا الشيء حبيت أنا أوضح الذي دائما إيران. والآن محمد جواد ظريف مندوب إيران في الأمم المتحدة دائما عنده اجتماع مع مسؤولين أمريكيين دائما. محمد جواد ظريف مندوب إيران في الأمم المتحدة الذي هو من زغرة كبر في أمريكا، هذا الرجل دائما عنده اتصال مع مسؤولين كبار في أمريكا، وعندهم اتصال وعندهم بعض أشياء حول قضايا مختلفة مثل قضية العراق. هذا الشيء حبيت أنا أوضحه لكم